ان زوج الالكترونات بيزاح ناحية احدى الذرتين. زيادة العدد الذري يقل نصف القطر وتزداد السلبية الكهربية. اعتقد الذرة اللي نصف قطرها اقل. في لحظة تأمل كده لقيت إن كل حاجة حوالينا عبارة عن مواد، سواء كانت خشب أو طوب أو ورق أو أي حاجة. المادة دي بتتكون من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات. ولكن إحنا طبعا مش جايين نتكلم عن الموضوع ده، لأن إحنا شرحناه في فيديو قبل كده، تقدر ترجع تشوفه على القناة ده لو الكلام مش مترتب معاك. ولكن إحنا جايين نتكلم في الفيديو ده إزاي الذرات بتتماسك وبترتبط مع بعض علشان تكون الجزيئات، والجزيء بالتالي يكون المادة، وهكذا. المهم يا سيدي لقيت إن هي بترتبط عن طريق روابط كيميائية، ودي أنواعها كتيرة. قلت بس خلاص يبقى هتكلم عن الروابط الكيميائية، بس طلع علشان نفهم الروابط وانواعها لازم نتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي السالبية الكهربية. ان شاء الله في الفيديو ده هتعرف اكتر عن السالبية الكهربية، هنتعرف عن معناها والعوامل المؤثرة عليها، تدرجها في الجدول الدوري، واخيرا اهميتها. اتاكد انك تشوف الفيديو للاخر عشان توصلك الاستفادة الكاملة، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة علشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية. Ideographic. We make science easier. لقينا برضو صديقنا امير موجود معانا. اتفضل يا امير. مش فاهم يعني ايه سالبيه كهربيه، فقلنا نجيبه معانا علشان يستفاد. اهلا بيك يا جينيوس. انا مبسوط ان انا هكون معاكم مع الساده المشاهدين، وان شاء الله اكون ضيف خفيف على الحلقه. تمام. تعريف السالبيه الكهربيه. السالبيه الكهربيه دي عرفها العلماء بانها قدره الذره على جذب الكترونات الرابطه الكيميائيه ناحيتها. طيب تعالى بقى نشرح الكلام ده بمثال بسيط جدا. لو عندنا شخصين خلينا نديهم اسماء اكس واي، بيشدوا الحبل قدام بعض. لو الحبل راح ناحيه اكس هتكون قوه جذب اكس اكتر من قوه جذب واي، ولو الحبل راح ناحيه واي يبقى العكس صحيح، قوه واي اكبر من قوه اكس. طب لو الحبل فضل ثابت بين الاثنين يبقى كده قوه جذب اكس بتساوي قوه جذب واي، وده بقى بيحصل بين اي ذرتين بيتحدوا مع بعض وبيتشاركوا الكترونات. لا العلماء بقى وقتها ان زوج الالكترونات بيزاح ناحيه احدى الذرتين، وده معناه بقى ان الذره دي قوه جذبها للالكترونات اكبر من قوه جذب الذره الثانيه. وبس كده يا سيدي. شفت بقى الموضوع سهل ازاي؟ تعالى بقى معايا اوضح لك بمثال عملي وحاجه معروفه جدا، وهي الميه. اظن انت عارف ان الميه جزيء رمزه H2O، بيتكون من ذرتين هيدروجين وذره اكسجين. لو لاحظت هنا هتلاقي ان الالكترونات اقرب لذره اكسجين اكتر من الهيدروجين، وده بسبب ان السلبيه الكهربيه بتاعه الاكسجين اكبر من السلبيه الكهربيه للهيدروجين، وهنا قدرت ذره الاكسجين انها تجذب الالكترونات الرابطه نحوها. تعالى بقى اقول لك ايه هي العوامل المؤثره في السالبيه الكهربيه، واللي هو عامل واحد بس اسمه نصف القطر. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ركز معايا. بص يا سيدي، دلوقتي لو عندنا ذرتين، ذره منهم نصف القطر بتاعها كبير والذره الثانيه نصف القطر بتاعها صغير، تفتكر انهي واحده هتكون اقرب لزوج الالكترونات؟ اعتقد الذره اللي نصف قطرها اقل. ايوه كده، برافو عليك، ما انت مركز اهو. فعلا الذره اللي نصف قطرها صغير هتكون اقرب لزوج الالكترونات، علشان كده هتكون قدره جذبها للالكترونات اكبر. ومن هنا بقى نقدر نستنتج نقطه مهمه جدا نقدر نلخص فيها كل الكلام اللي فات ده، وهي ان السالبيه الكهربيه بتتناسب عكسيا مع نصف قطر الذره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما يزيد نصف قطر الذره كل ما قلت قدرتها على جذب الالكترونات، وكل ما يقل نصف القطر كل ما قدرتها على جذب الالكترونات تزيد اكتر. طيب سلام كده بقى طالما خلصت. ايه ده؟ مين قال لك اصلا ان انا خلصت؟ دلوقتي بقى هنتكلم عن التدرج في السالبيه الكهربيه، واللي هو بيكون بالنسبه لعناصر الجدول الدوري، لان السالبيه الكهربيه لكل عنصر في الجدول الدوري بتختلف عن العنصر الثاني. طيب ازاي بقى؟ الموضوع بيتضمن جملتين بس، هما ايه؟ واحد، كلما اتجهنا من اليسار الى اليمين بزياده العدد الذري يقل نصف القطر وتزداد السالبيه الكهربيه، وده بيكون في الدورات. 2، كلما اتجهنا من الاعلى الى الاسفل بزياده العدد الذري يزداد نصف القطر وتقل السالبيه الكهربيه، وده بيكون في المجموعات. طيب ما تيجي كده ندور في الجدول الدوري نشوف مين اعلى العناصر في السالبيه ومين اقل. وبعد بحث يا صديقي لقينا ان اعلى العناصر في السالبيه هو الفلور، واقل العناصر في السالبيه هو السيزيوم. وبعد كل الرغي ده تفتكر ايه هي اهميه السالبيه الكهربيه؟ ببساطة جدا كل عنصر في الجدول الدوري ليه قيمة في السالبية الكهربية بتحدد قدرته على جذب الإلكترونات في الرابطة ناحيته، واللي من خلالها بنحدد أنواع الرابطة سواء أيونية أو تساهمية بأنواعها اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو. بس في عناصر عندنا ملهاش سالبية كهربية. فكر معايا ازاي. على حسب كلامك يا جينيوس السالبيه دي بتحدد قدره العنصر على جذب الكترونات في الرابطه الكيميائيه. انت قصدك يعني ان العناصر دي ما دخلتش رابطه كيميائيه؟ واضح كده ان امير فهم الدرس.
برافو عليه. هي فعلا ما تدخلش في روابط كيميائيه لان هي في حاله استقرار ومستوياتها مكتمله، ما تقدرش لا تفقد ولا تكتسب، فبالتالي ملهاش اي سالبيه كهربيه. وطبعا دلوقتي انت عرفت قصدي ايه وهي العناصر الخامله. اتمنى تكون فهمت السالبيه الكهربيه بتعريفها والعوامل المؤثره عليها وتدرجها في الجدول الدوري. وفي الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الروابط الكيميائيه المختلفه بعد ما مهدنا ليها. وبكده نكون خلصنا. شكرا جدا ان انت وصلت لحد هنا. ابعت الفيديو ده لاي حد ممكن تكون حاسس ان هو مش فاهم يعني ايه سالبيه كهربيه، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو علشان تساعد في دعم المحتوى ده. شكرا ليك واشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. حدد قدرة العنصر على جذب الإلكترونات.